السلام عليكم. حاليا واحد الفيديو رائج لدكتوره منتقبه حيدة النقاب. طبعا البعض اولا بزاف من الناس ما تقبلش الامر. انا موقفي غادي نلخصو في هذه الخطبه هذه ديال يا ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. بمعنى سواء دكتوره او اي كان حيدت النقاب رجعت النقاب، هذا الشيء ما خصوش يزعزع العقيده اي واحد والقناعات اي شخص كيفما كان. والدكتوره ما عمرها كانت يعني قدوه للنقاب، ماشي غير هي. انا اللي كنهضر اللي كنبان لكم الملك الطاهر، انا لست بقدوه. القدوه ديالك هي عائشه رضي الله عنها. لكن باش يكون التبرير بداك الطريقه وتضلل وتدلس خصوصا على المراهقات ولا اللي بغاو يلبسوا النقاب، فانا لا اتفق بحجه ان كان تهديد ديال ان التصاور ديالها غادي يتنشروا. يعني هذا ماشي منطقي، خاصه كتقول ان الصور كانوا يعني بدون حجاب. يعني منطقيا خصها حتى الحجاب تحيدو، لان الصور اللي كتهدد بهم باش خلاوك تحيد النقاب هو انك بلا حجاب. انت لست مضطره انك تبرر لا ليلي لا للاخر، نحن لسنا بقضاة. يقول الله عز وجل وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. وانا شخصيا كنفضل اي وحده غتاخذ النقاب او الحجاب بطريقتها، يعني بعيدا عن الحياء والعقيده، من الاحسن تحيد الحجاب، لان ما عندها حتى شي معنى اننا نكونوا كاملين محجبات وما عندناش عقيده، ما كاينش حياء. وطبعا الكلام موجه حتى لي انا.